السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. قضية الفنانة وفاء مكي أثارت الرأي العام من 23 سنة، وبعد فتحها مرة تانية أثارت الجدل بشكل أكبر بكتير، وده بعد التفاصيل الجديدة والمثيرة اللي تم فتح القضية من خلالها. لكن الفنانة ميار الببلاوي طلعت وكشفت أسرار كتيرة وخطيرة، ووضحت السبب الحقيقي والسر وراء تغيير أقوالها، وردت على كل الاتهامات اللي اتوجهت لها من الفنانة وفاء مكي، وشرحت الموقف بالأدلة والبراهين، ووضحت مفاجآت كتير في القضية. طب ايه الحكاية وايه سر الخلاف بينها وبين وفاء مكي بعد ما كانت طلعت ميار ووضحت براءة وفاء؟ كل ده هنعرضه لكم بالتفصيل في الفيديو النهاردة، بس الأول ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة. بعد هجوم كبير من الفنانة وفاء مكي على الفنانة ميار الببراوي والإعلامية الحالية، واللي اتهمتها وفاء مكي في الفترة الحالية إن ميار عايزة تشوه صورتها وإنها كدبت للمرة التانية، وبعد ما ضيعت حياتها لمدة 23 سنة، وأخيرا بعد ما نطقت بالحقيقة رجعت تاني وكدبت الموضوع. طب ايه الحكاية وايه اللي خلى ميار ترجع في كلامها؟ ده اللي وضحته ميار لما طلعت في قناة الشمس ووضحت الحقيقة الكاملة، وحكت ميار الحكاية من البداية، وقالت إنها ما كانش ليها أي علاقة بوفاء مكي من 30 سنة تقريبا، يعني قبل أصلا ما الحادثة تحصل. واللي حصل إنها اتفاجئت في يوم من الأيام إن الخادمات اللي كانوا عند وفاء جولها، واكتشفت بعد القضية ما حصلت إن الخادمات دول جولها في الفترة اللي اتقال فيها إن وفاء عذبتهم، وعشان كده هي حست إن هي لو كانت شهدت معاها في القضية كانت هتفيدها وممكن تكون سبب في براءتها. لكن هي شايفة أو بتقول بعد كده إن هي شافت إن الموضوع ده ما كانش هيبرئها ولا حاجة، لأن القضاء عاجل وأكيد حكم بحكم عادل بناء على البراهين والأدلة في الوقت الحالي. وقالت إنها كانت كل ما بتتكلم مع حد من الفنانين كانت بتفضفض معاه وتقول له على القصة لما بتيجي سيرة وفاء، لكن الموضوع ما كانش شغلها قوي زي ما الناس متخيلة، لأنها ما كانتش شايفة إن هي كتمت الشهادة بالمعنى الواضح. لكن لما وفاء جات لها فرح ابنها اللي قالت ميار بطريقة ساخرة إن هي ما كانتش عازمة وفاء عليه، ولما طلب منها سيد شعراوي إنها تشهد مع وفاء مكي، ردت ميار وقتها وقالت لهم هصلي استخارة وهرد عليكم. لكن بتقول إنها اتفاجئت بعدها إن وفاء طلعت في أكتر من برنامج وقالت إن في فنانة شهيرة معاها دليل براءتها، لكنها مش هتقول اسمها، هتبوح عنه لو الفنانة دي ما طلعتش ونفذت وعدها. قالت إنها استغربت جدا من ابتزاز وفاء ليها، وإن الموضوع مش مستاهل لأن القضية كان بقالها 23 سنة مقفولة، وإيه يعني الإصرار الكبير ده إنها ترجع تتفتح مرة تانية. بعد كده بتقول قررت أطلع وأقول السر عشان أريحها، لكني قلت الكلام اللي أنا شهدت عليه وشفته الحقيقة، وقلت الكلام اللي أنا كنت حاسة بيه، لكن وفاء كانت عايزة شهادة تفصيل، وحاشا لله إن أنا أقول شهادة متفصلة. كل واحد هيقابل ربنا، وانا قلت اللي شفته مش اكتر، ومش هتراجع على كلامي ولا تراجعت عنه. الحقيقة واللي حصل وخلاني اغير كلامي ان بعد ما طلعت على القناة جالي كمية تليفونات وشهود كتير جدا واستشاريين قانونيين، وكل لمني اني طلعت واتكلمت، لان قالولي ان انا مش عارفة مجريات القضية ولا الاحداث. قلت لهم انا قلت اللي انا كنت حاساه وعشان ابرأ ضميري، وعشان وفاء قالت لي ان هي عايزة تبرأ نفسها قدام ابنها عشان يرجع يشتغل مرة تانية، وانا بصراحة في حتة الابناء دي ضعيفة شوية، وهي هستغل الضعف ده، وده اللي خلاني اطلع واتكلم رغم ان الكل حذرني ان انا ما اتكلمش. بعد ما طلعت واتكلمت، وانا في الحقيقة قبل كده ما كنتش قريت احداث القضية خالص، لما قريت الاحداث ورجعت وسمعت اقوال الشهود اللي كلموني عرفت ان الحقيقة مش زي ما انا قلت، وان في تفاصيل تانية كتير ما اقدرش اقول انها مدانة، بس بصراحة شكيت في براءتها، ولقيت بالرغم ان انا عملت خير ان هي طالعة وبتلومني في كل الاحاديث اللي بتتكلم، وبتتهمني ان انا سبب في عذابها 23 سنة، مع ان مش دي الحقيقة خالص، وانا شهادتي لا كانت هتقدم ولا كانت هتأخر. طبعا ناس كتير انتقدت كلام ميار واللي قالته، لانه خالف بشكل كبير التصرفات اللي عملتها لما طلعت مع الاعلامية ريهام سعيد، خصوصا انها بكت بحرقة شديدة واتكلمت ان هي كاتمة الشهادة وضميرها بأنبها، وده اللي رجعت ميار في الكلام عنه بطريقة غير مباشرة لما طلعت على قناة الشمس،
ووضحت إن هي كانت بتعمل كده عشان تحاول تجمل صورة وفاء مكي بشتى الطرق. لكن وفاء ما قدرتش الجميل واتكلمت عليها، ده غير ان هي اتكلمت على ان سيد شعراوي كان بيسجل لها من غير اذنها، وانها مش هتسكت على حاجة زي دي، وان وفاء زعلت ان ميار ما قالتش الشهادة بالتفصيلة اللي كانت وفاء عايزاها. وقالت وفاء كانت عايزاني لا اما اقول شهادة تفصيل لا اما تزعل، وانا استغربت جدا انها ما حضرتش معايا الحلقة رغم ان هي كدبت وانا عملتها احسن معاملة. وعرضت ميار بعض الفيديوهات اللي بتوضح ان هي فعلا عملت وفاء مكي بطريقة كويسة، لكنها اتكلمت بطريقة ازعجت كل محبين الاعلامية ميار الببلاوي، وحسستهم ان هي مش صافية النية ولا حاجة، وده لانها قالت وفاء عايزة تتشهر على حسي. وفاء حققت نجاح الفترة دي على اسمي اكتر بكتير من اللي حققته وهي بتمثل، وانا بحتسب كل الفلوس اللي جات لها على حسي وبالترند اللي عملته باسمي جزاء عند ربنا ليا وحسنات ليا. طبعا الناس اتضايقت جدا من الجمل والاسلوب التهكمي اللي كانت ميار بتتكلم فيه على وفاء مكي، بالرغم ان هي كانت طلعت وقالت ان هي ندمانة وان هي كتمت فعلا الشهادة. رجعت دلوقتي وغيرت كل كلامها وقالت ان ما كانش صح ابدا ان وفاء تسجل لها، بالرغم ان ميار عملت نفس الحركة وكانت مسجلة لوفاء كل اللقطات والمشاهد اللي اتقابلوا فيها بود وحب. طب ما انت كمان اهو يا ميار بتسجلي، امال ليه بتعترضي على وفاء؟ ميار ما قدمتش اي ادله ولا اثباتات تدين وفاء مكي، وفي نفس الوقت غيرت كلامها بطريقه غير مباشره ونفت كل الكلام اللي قالته. طب ما انت اهو يا ميار بتمغزي نفسك. ميار قالت واكدت ان دي حمله ممنهجه عليها عشان تشوه اسمها، وده برضو نفس الكلام اللي وفاء مكي قالته. الحقيقة فين ومين فيهم الصح محدش عارف، بس الأكيد والواضح للكل إن تصرف الاتنين كان غلط جدا، وخصوصا ميار الببلاوي، لأن هي بتصرفاتها دي حسست الكل إن هي منافقة وبترجع في كلامها ومش واضحة في تصرفاتها، خصوصا إن هي اتكلمت على وفاء بطريقة مش كويسة أبدا، وقالت إن وفاء هي اللي ظلمتها وهي اللي عايزة تشوه صورتها. الحقيقة فين؟ حضرات كلها تحكموا وهتقولوا من اللي احنا عرضها لكم مين فيهم الغلطان. هل وفاء مكي اللي بتحاول تثبت براءتها بشتى الطرق بالرغم ان القضية عدى عليها اكتر من 23 سنة، ده غير ان هي لحد دلوقتي ما عرضتش برضو ادلة ولا اثباتات قوية؟ ولا ميار الببلاوي اللي حاولت تساعدها وبعدين رجعت في رأيها واتكلمت عليها بأسلوب مش كويس؟ يا ريت تشاركونا بآرائكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.